لو كنتم زيي بتحبوا تغيروا في وصفات الفراخ البانيه وتكسروا الروتين، يبقى أكيد وصفتنا النهاردة هتعجبكم. لو أول مرة تشوفوني، أنا دكتورة سهى. أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. أنا عندي نص كيلو من الصدور البانيه، هنزل عليهم ببصلاية مبشورة، وهنزل عليهم بعصير ليمون وبهاراتي: ملح، حبهان مطحون، فلفل أسود، نص معلقة جنزبيل، ومعلقة صغيرة من الكاري، ومعلقة صغيرة من الزعتر، ومعلقة كبيرة من بهارات الفراخ، ومعلقة كبيرة من بابريكا مدخنة، وثوم وبصل بودرة، وهخلطهم حلو قوي مع بعض. وبعدين هنزل عليهم بمعلقتين كبار من دبس الرمان اللي بيدي طعم حلو قوي، بيبقى حادق مع حلو، مش قادره اقول لكم بيبقى طعمها حلو قد ايه. ونخلطهم كويس قوي ونغطي عليها ونسيبها ليله كامله في التلاجة، او على الاقل 4 ساعات. لما نطلعها من التلاجة هنبدا نشوحها في طاسه بشويه زيت لحد ما الفراخ بتاعتنا تستوي تماما، وبتبقى بالشكل الجميل ده. هنبدا نقطعها شرايح بالطول، ونبدأ نحط عليها نرجعها تاني للطاسة، ونحط عليها طماطم متقطعة جوليان أو شرايح رفيعة، وفلفل أحمر وأخضر وأصفر متقطعة شرايح رفيعة، ونقلبهم حلو قوي مع بعض، ونبدأ نعمل الساندوتشات بتاعتنا. هنحط شوية بطاطس محمرة، ونحط من الخلطة بتاعتنا بتاعت الفراخ، ونبدأ نحط عليها شوية من صوص البابريكا اللي بيدي طعم حلو قوي، وممكن نحط مايونيز أو أي صوص تحبوه، وهنلف العيش التورتيلا بتاعنا كويس، ودي تبقى ساندوتشاتنا. وممكن نعمله في عيش فينو. طبعا هو ينفع لللانش بوكس، وينفع لعشاء، ينفع لغدا لما نكون نفسنا نغير. لو عجبتكم وصفة الساندوتشات الفراخ النهاردة، أتمنى أن انتوا تنفذوها وتكتبوا لي رأيكم واسئلتكم في التعليقات، لأنها فعلا وصفة حلوة قوي ولطيفة وتغيير وخروج عن المألوف بالنسبة للفراخ البانيه. وبالهنا.